من الاقتراحات اللي جات في القانون التنظيمي الجديد ديال الانتخابات دعم ترشح الشباب المستقل اللي قل من 35 عام، والدولة كتقترح أنها تدعمهم ب75% من ميزانية الحملة الانتخابية ديالهم. ومع الأسف راه من ورا ما خرجت هذه الفكرة وبدا كيتم التداول ديالها، بان أن الناس ما تفاعلوش معها بشكل إيجابي. وهذا علاش كيدل؟ هذا كيدل أن الناس راه ماشي ما باغاش تدخل السياسة فقط لأنها ما كتثقش في الأحزاب، وإنما لأنها ما كتثقش في العملية الانتخابية ككل. الناس خصها تفهم الدولة خصها تفهم هذه القضية. الدولة خصها تفهم أن مع الأسف التجارب المتعاقبة والسنوات اللي دازت والعقود اللي دازت خلات عند هاد الناس واحد الاقتناع بأن هذه العملية الانتخابية كلها راها غير مسرحية، كما كيعجب شي واحد يقولوا هذه غير مسرحية، بحال غير واحد المسرحية كتجو كديروها كل 5 سنين والسلام. مع الأسف هذا هو التمثل، هذا هو التصور اللي ولا عند الناس. فالتحدي اللي كاين عند الدولة هو كيفاش تقنع الناس ان هذا الشيء ان هذه المسألة ما بقاتش. الا عندك إرادة حقيقية انك فعلا تخلي عند هذه العملية الانتخابية شي معنى، خاصك تبني واحد المشروع طويل الامد. باش نكونوا صراحة، بمعنى خصك دابا دير قانون انتخابي ثابت يولي ينظم العملية الانتخابية ويولي نهائي، ما نبقاوش كل 5 سنين كنعدلوه، ويكونوا فيه عقوبات للأحزاب، عقوبات للمرشحين، عقوبات لأي شخص كيرتكب شي مخالفات في العملية الانتخابية. خاصك تخلق العملية الانتخابية ككل، وخاص هذا المسار يولي مسار ثابت تبقاش تراجع عليه، تبقاش تراجع عليه على حسب الكانه ديالك، على حسب الضغط اللي كتعرض ليه. لا، خاص هادشي يولي ثابت عندك، بمعنى كل 5 سنين فاش يجوا الناس الا ولاو الناس كيشوفوا كل 5 سنين مثلا العمليه الانتخابيه نزيهه، فيها ناس كيطلعوا نزهاء، فيها شفافيه، فيها هادشي، اكيد ان الناس مع الوقت غتبدا تشجع انها تدخل الانتخابات. ولكن راه ماشي حيت غتقول لهم راه غندعمكم ب 75% راه غيدخلوا الانتخابات، هذا الشيء راه ما عنده معنى.